يا مغلي التذاكر انت رخيص. الواحد مستني يشوف جمهور الاهلي في فارغ الصبر في استاد الدفاع الجوي يوم الاثنين الجاي. اكيد هيبقى في حفله استقبال. سيبك من الشعارات اللي احنا سمعناها في يوم مباراتنا اللي كسبنا فيها 3-2 في استاد القاهره. حكايه بقى السندوتش و200 جنيه ده، لا لا، ده هيبقى في حاجه عظمه احسن من كده. فالواحد بفارغ الصبر منتظر بقى يشوف الاهلي ويشوف دخله الاهلي ويشوف جمهور الاهلي. زمان كان ممدوح عباس حب يوازن بين الاهلي والزمالك في احد مباريات القمه. الاهلي كان في نظر جمهور الزمالك 64 حصان وفريقهم يا عيني نص حصان. الاهلي هيعمل منهم فراخ بيضه في الملعب، فالاهلي هيبص هينتف جناحاته. جمهور الزمالك قال لك بلاها اشتري تذاكر غاليه واروح اشوف فريق بيتبهدل، لا احنا ندرب مدرجاتنا بالقماش. والاهلي كان جمهوره موجود وبيشجع واستمتع وطلع بص مرفوع الراس، والاهلي كسب الزمالك يومها. ممدوح عباس تاب، ما عادش عمل الحركه دي بعدها. النهارده بنشوف سمسار بيحاول ان هو يكرر نفس التجربه وبيصطدم مع مين؟ مع الجمهور الاهلي اللي هيكرهه في عيشته. مليون في المية ده هيكره عيشته. فمباراة اليوم الاثنين مش هتبقى مباراة لحسم الدوري، لا ده انت هتبقى مباراة بص يعني الدفاع الجوي ده ممكن يتقلب يبقى مقبرة بيراميدز. اللي انت عايز تشوفه هتلاقيه موجود. مزبلة بيراميدز لا، جمهور الاهلي هيقدم عظمة في المباراة ديت من تشجيع ومن هتاف ومن مساندة لفرقته وتعليم ان الكورة دي للجمهور، ان الجمهور يستمتع، الجمهور يروح يحضر. انت بتمنعه، لا ده حاجات تانية بقى، انت قصة معروفة يعني. فغيرك اشطر. تقدر تقول احنا منتظرين ان شاء الله المباراه ديت تبقى الحسم الدوري، وان انت تستمتع بقى من جمهور الاهلي في المباراه ديت. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز في مباراه يوم الاثنين ونحسم مباراه الدوري. واحنا امبارح في مباراه الالومنيوم الحمد لله كسبناها، عدينا مباراه الدور 32. زي ما عم كولر قال تبقى فال حلو. احنا كسبنا السنه اللي فاتت 1-0 لكن خدنا البطوله في النهايه، وفي نفس الوقت نفس السيناريو اتكرر. لكن ايجابيات المباراه بتاعت امبارح اقل من السلبيات كتير جدا. انت اي نعم ريحت حسين الشحات وريحت محمد عبد المنعم وريحت امام عاشور، وكان اسامه ابو علي موجود على الدكه وكريم فؤاد موجود على الدكه، والشناوي ما كانش بيلعب امبارح لعبت، ومصطفى شوبير تطمن عليه. اليو ديانج شارك من بدايه المباراه، رضا سليم نفس القصه. لكن مجمل العام المباراه امبارح فضلت انت على اعصابك لاخر الدقيقه 92، عايز تكسب المباراه، خايف من مفاجات الكاس. في نفس الوقت اللعيبه اللي كانت عندك ما كانتش كلها موفقه. انت بتتكلم في مسابب علي نزل امبارح جالنا ضرب بالجزاء، الكره اتحطت بره. الفرص اللي جات لكهرباء واحده تخبط في العارضه، واحده مش عايزه تخش جون. فنفس القصه ما كانتش الدنيا ماشيه، وما كانش الاهلي حتى شكل الهجوم الشوط الاول حلو. انت كنت بعيد تماما عن المرمى. لكن تقدر تقول الحمد لله لعبنا ريحت. عم كولر استفاد براحه اللعيبه، فلذلك مباراه يوم الاثنين لا ابذل جهدك بقى. وعايز اشوف رجاله في الملعب. اكرم توفيق اللي كان ميت الفترات اللي فاتت في نص الملعب، لا ارتاح من مباراه امبارح ومنتظر منه بقى موقعة يوم الاثنين. ده راجل في الملعب نص الملعب، بص دوشمك محطوطه ومدافعك محطوطه وارزع هناك في جون الشناوي. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز. احنا نخش المباراه ديت اعصابنا هاديه، اعصابنا حلوه. انت احسن منه، غلبه لسه من 7 ايام ولبه 3. هتلعب مباراه يوم الاثنين وانت اعصابك هاديه وانت احسن منه، فبالتالي مطالب بقى ان انت تفوز وتفرح جمهورك اللي يبقى مالي الاستاد وبقدم لك عظمه وبيشجعك. فربنا يكرمنا ان شاء الله وان احنا نفوز في المباراه دي ونحسم الدوري. اداره الاهلي شافت الجمهور بساند فريقها وواقف معاهم، لا ده واجبنا ان انت تقدم للجمهور اللي رايح يشجع فريقه وبساند فريقه الجميل، وان انت تدفع عنه التذاكر وتحمل القيمه المرتفعه. وفي نفس الوقت التذاكر حتى المباراه الجايه تخفض من سعرها عشان تحسم بطوله الدوري وتبسط الجمهور. فنتمنى ان شاء الله لعبتنا بقى تبص الامور دي كلها برد الجميل للجمهور والاداره، وان انت تنزل الملعب تحسم المباراه، تعرف فريق قيمته الحقيقيه اللي كان فكر نفسه ان هو يعني لا احنا الجيل الجديد اللي هيحسم في الدوري في مصر. لا انت هتقرب للدوري هنلبك، هتقرب للدوري هننسفك. فنتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وينصرنا في المباراه ديت والدوري اهلي.